هل يستطيع رئيس الحكومة إقناع المغاربة في الانتخابات القادمة؟ في ظل المنافسة السياسية الشديدة، يواجه رئيس الحكومة تحدياً كبيراً في كسب ثقة الناخبين خلال الانتخابات القادمة. يعتمد نجاحه على قدرته في تسريع تنفيذ برنامجه الانتخابي واستخدام أدوات التسويق الإلكتروني بفعالية على كافة المواقع الاجتماعية. التحديات والفرص: يواجه رئيس الحكومة عدة تحديات رئيسية، من بينها ضرورة استجلاب دعم شعبي واسع يتجاوز الخطابات التقليدية، إذ يتطلب الأمر استراتيجيات تواصل حديثة تجمع بين الأداء الحكومي الفعال والتفاعل المستمر مع الرأي العام عبر الوسائل الرقمية. وقد أشار محللون إلى أن استخدام التسويق الإلكتروني بذكاء يمكن أن يلعب دوراً محورياً في نشر الرسائل الانتخابية وتوضيح ملامح البرنامج الحكومي والتواصل المباشر مع المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي. أثر التسويق الإلكتروني: يعتبر التسويق الإلكتروني اليوم من الأدوات الحيوية التي لا غنى عنها في الحملات الانتخابية، إذ يمكن لرئيس الحكومة من خلاله نشر مقاطع فيديو توضيحية وتنظيم لقاءات مباشرة عبر الإنترنت والتفاعل مع المواطنين على المنصات الرقمية. هذا النهج الرقمي يوفر فرصة لتجاوز العقبات التقليدية في الحملات الانتخابية، لكنه يتطلب أيضاً سرعة في العمل وتنفيذ آليات متطورة لضمان وصول الرسالة بوضوح وشفافية. التطبيق العملي للبرنامج الانتخابي: إن السرعة في تطبيق البرنامج الذي وضع خلال مرحلة التصويت تعد من المؤشرات الهامة على جدية النوايا وكفاءة الإدارة. وفي هذا السياق، يجب على رئيس الحكومة تقديم خطة تنفيذية واضحة تتضمن خطوات محددة وتخصيص الموارد اللازمة، مع ضمان وجود آليات متابعة وتقييم تضمن تحقيق النتائج المرجوة. النجاح في هذا الجانب قد ينعكس إيجاباً على تصور الناخبين حول قدرة الحكومة على تحقيق التغيير المنشود. يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان رئيس الحكومة سيتمكن من تحقيق التوازن بين الاستخدام الذكي للتسويق الإلكتروني وسرعة تنفيذ برنامجه العملي بما يكسب ثقة الناخبين. ما يجدر الإشارة إليه أن التفاعل المستمر مع المواطنين ووضوح الرؤية السياسية والإدارية هما الركيزتان الأساسيتان لتحقيق النجاح في الانتخابات القادمة.